إنها زيارة مكوكية. رمضان شهر الجهاد وشهر الصبر وشهر المصابرة وشهر النصر أيضا. ونحن اليوم هنا في طريق بني زياد كبورة جبل ضلملم، محتفلين أو مباهين بهذه الكوكبة التي جاءت لتزورنا وتشاركنا تعبنا وهمومنا. ونحو العمل نحن ذاهبون، وإلى طريق بني زياد كبورة جبل ضلملم عازمون، ومعنا فرسان التنمية ورواد ريمة. وهنا لا أنسى الغائبين الداعمين، طيور ريمة المهاجرين وأبنائها الباذلين الذين هم فعلا يسطروا أروع سطور تنموية على وجه الأرض. وقد وصلنا إلى منطقة العمل وإلى الصخور وإلى هؤلاء الصخور. ما بين صخور ريمة وصقورها لن تكون صعابة بإذن الله. يا مرحبا، حياكم الله، حيا الله فارس التلبية والبناء، الله يحييك. هلا بالحبيب الغالي، أهلا. ولأن رمضان شهر الجهاد والبناء والتنمية والعمل من أقدس الجهاد في ريمة، وها نحن مع رمضان ومع هذا الشهر الفضيل نواصل جهادنا المقدس. وهذا أحد فرسان التنمية، مرحبا وأهلا. وهذه الأعمال والله المستعان وعليه التكلان. لن نهدأ ولن يستقر لنا قرار حتى يتصل الحلم وتصل الطريق إلى مبتغاها في كل بقعة من بقاع ريمة المقدسة. بالحبيب العزيز هذا شاغل بكلين، وهم يشورون إلى الجبل أو إلى جبل ضلملم وإلى قمته، وذاك هو الجبل. يا حبيبي يا اخي اول هيئه يعني يا ترى بتكلمك عشان جدك يا شيخ. سال جدك اول ما كانت ريمه كده هذا الحين قد احنا والان ما زال الخير باقي. سهل علينا بنلعب بعد ما بنلعب نرجع نسوي. الاخ علي اهلا وسهلا بك، حياكم الله. علي عجل بسرعه وصوله. ايوه بارك. نعم انا قد وصلت ان شاء الله بعد عام او عامين حتى نتدبر امرنا. حياكم الله. لنا شهرين في كم؟ في 300 متر. شهر نشتي الأستاذ مبادرة للإصلاح. الأستاذ ضيف الله الشامي، ضيف عزيز على ريمة، هل لك من كلمة تقولها في هذا اليوم الرمضاني الجهادي التنموي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر والعرفان لكل أبناء محافظة ريمة، هؤلاء الذين يمثلون جبالا تسكن فوق الجبال. سلام الله عليك. هؤلاء يمثلون معنى العزة ومعنى الشموخ، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد بين الحفر. هؤلاء لأنهم يمتلكون شموخ وإباء وعزة وكرامة سكنوا هذه الحيود وهذه الجبال العالية، لأنهم دائما يريدون أن يبقوا أعزاء شامخين. فنحن اليوم في زيارتهم خلال هذه الأيام الرمضانية، ونحن اليوم في اليوم 19 من شهر رمضان المبارك لعام 1444 للهجرة، ونحن نزور هؤلاء لنجلس معهم، لنقيم البرنامج الرمضاني معهم، لنتلمس همومهم، نتفقد المبادرات، لنرفع بما يحتاجون إليه من دعم وإسناد بإذن الله تعالى، ونرفعها للقيادة من أجل مواصلة هذا العمل في
في مشوار البناء والتنمية. سلمت. وأنا باسم ريمة عرض إنسان أحييك وأقول حللت أهلا ونزلت سهلا يا حفيد الكرام فوق رؤوسنا إن لم تحملك جبالنا الشامخة. ومرحبا بالجميع، حياكم الله.